السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور منار خيري في فيديو جديد. قناة معلومة من الصيدلية. معلومة النهاردة عن ايه انسب سكر دايت استخدمه لو انا ماشي على نظام او رجيم بحيث ما ازودش معاه السعرات الحرارية، او لو انا واخد او لو انا بطبق استعمال متقطع، عايز اشرب مشروبات خلال فترة الصيام ومش هقدر اشربها من غير سكر، فعايز سكر اقدر استخدمه ما يأثرش على او ما يدخليش اي كالوريز او سعرات حراريه، بحيث ان انا ما اكسرش الصيام واقدر استفيد من فتره الصيام الطويله. موجود طبعا في الصيدليات انواع كتير جدا. خلينا النهارده اقول لك عن يمكن نوع او اتنين من بدايل السكر او السكر دايت اللي تقدر تستخدمها وهيكون فيها مميزات. اهمها ان هو زيرو كالوريز. تاني حاجة واللي انا بشوف دي اهم شيء في السكر دايت ان هو ميغيرش طعم الشاي او السكر او حتى القهوة او اي مشروب تشربه. طيب خلينا نقول في حاجة في الصيدلية اسمها سويتال. ومن مميزات سويتال ان هو مش بس اقراص ومش بس اكياس، لان في منه كمان جار او برطمان كده بيبقى شبه السكر، بتحط بقى بالمعلقة زي ما انت عايز. وكمان من مميزاته ان هو بيبقى فيه مثلا كيس بيساوي معلقه، كيس يساوي معلقتين، انت بقى ومزاجك وحسب سكرك ايه. طيب اسعار طبعا متفاوته، بتبدا من حوالي 30 جنيه للعلبه اللي فيها 30 كيس ما كانش غلا دلوقتي، لحد بقى 100 وازيد من كده كمان لو البرطمان بحوالي 150 او 125 جنيه. طب خلينا نديكوا بديل تاني او حاجة تانية موجودة في الصيدلية لو انت شايف ان السلطان مش هيناسبك او كنت جربته وشايف ان هو مش مناسبك برضه. خليني اقول لك ان في نوع في الصيدلية اسمه نوكال. هيطلع بعض الصور للمنتج ده برضه. 50 كيس، 100 كيس، 200 كيس، معلقة معلقتين. من ضمن برضه الحاجات اللي انا انصح بيها في سكر الدايت لو انت مريض سكر ماشي على نظام رجيم زي ما قلنا، عايز سكر صحي، هو زيرو كالوريز وكمان مبيأثرش على طعم الحاجات السخنة. طيب الأسعار زي ما قلنا برضو بتبدأ من 50 لحد 200 و200 والعلبة اللي فيها 300 كيس، لأن أنصح إنك تجيب 300 كيس أصلا عشان يقعد معاك فترة طويلة وعلشان خاطر تقدر إنك تستمر عليه. ده كانت حلقة النهاردة عن أفضل بدايل السكر أو عن أفضل أنواع السكر الدايت الموجودة في الصيدلية تقدر تستخدمها بأمان وفعالية وكمان تواظب عليها. اتمنى تكونوا استفدتم اتمنى يكون الفيديو مفيد. يا ريت لايك للفيديو، اشتراك في القناه لو انت مش مشترك، عشان نقدر نشوف بعض في الفيديوهات الجديده ان شاء الله. اشوفكم على خير والسلام عليكم.